مرحبا بكم في الدرس الثاني من دروس تعلم اللغة الكردية لغير الناطقين بها. في الدرس الأول تناولت عدد الأحرف الكردية وانقسامها إلى قسمين: أحرف صوتية وأحرف ساكنة. والأحرف الصوتية هي 8 أحرف، 5 منها طويلة و3 قصيرة. اليوم نتناول الأحرف الساكنة والتي عددها 23 حرفا، وهي با، با، جا، چا، كا، لا، ما، نا، و، ها، سا، شا، قا، خا، را، تا، دا، ذا، فا، زا، جا، جا، يا. هذه هي الأحرف الكردية الساكنة. اليوم نتناول 8 أحرف مع أمثلة عنها: با، باران، با، باران أي مطر. با، باناف، با، باناف أي ساحة. جا، جه، جا، جه أي شعير. چا، جم، چا، جم أي نهر. كا، كير، كا، كير أي سكين. لا، لاندك، لا، لاندك أي مهد. ما، مي، ما، مي أي أنثى. نا، نير، نا، نير أي ذكر. تلاحظون في هذه الكلمات أن جميعها تحتوي على أحرف صوتية سواء قصيرة أو طويلة، لأنه في الدرس الأول ذكرت كل كلمة كردية يجب أن تحوي على الأقل على حرف صوتي سواء كان طويلا أو قصيرا. أتمنى أن تستفيدوا من هذه الحلقة. حتى الحلقة القادمة تبقون بخير.